بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي الكرة مع بيكام سبور أينما كنتم. أسبوع حاسم وثلاث صفقات منتظرة للترجي في الميركاتو الشتوي. يواصل الترجي الرياضي التونسي التحرك في سوق الانتقالات بهدف تدعيم صفوفه بنجوم جدد، وتسعى إدارة الترجي الرياضي التونسي للتغلب على بعض نقاط الضعف التي أصبحت واضحة في تشكيلة الفريق، إذ تم حسم 3 صفقات إلى حد الآن، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن إلياس بوزيان، محمد الموحلي يلعب كوسط ميدان هجومي، والمهاجم المالي أبو بكر دياكيتي. هذا ويتطلع شيخ الأندية التونسية للفوز بخدمات لاعب وسط الاتحاد المونستيري، واللي قدم مستويات محترمة خلال الموسمين الماضيين في البطولة التونسية. شهاب الجبالي صاحب 28 عام لعب 15 مباراة هذا الموسم، وهذا وتبلغ قيمته التسويقية 850 ألف يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. إذا اللاعب هذا كان دخلت معه الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات منذ الموسم الفارط ومنذ الميركاتو الصيفي، ولكن طلبات الاتحاد المونستيري المالية والطلبات المشتة خلت إدارة الفريق ما توصلش في المفاوضات متاعها، وربما عودة المفاوضات في الأيام هذه وفي الميركاتو الحالي، لأنه حسب بعض الأصداء اللي جينا من كواليس الفريق أنه مسؤولي الترجي وكذلك الإطار الفني أعطاه موافقته المبدئية حول الدخول في مفاوضات مع اللاعب شهاب الجبالي، ولكن ننتظر الأيام القليلة القادمة، لأنه اللاعب هذا باش يكون ضمن اهتمامات الترجي بالفعل ويقع التفاوض معه وانتدابه، وإلا مجرد حديث ومجرد جس نبض للاعب. اللاعب الثاني هو محمد ساليو بانغورا، مهاجم نادي حافية كوناكري، يتواجد على رادار الترجي، ودخلت معه إدارة الفريق في مفاوضات لاعب أقل من 21 عام، ما يدخلش ضمن انتدابات الفريق والعدد المسموح به اللي هم 10 انتدابات. وفرض اللاعب صاحب 20 عام نفسه كأبرز المهاجمين الواعدين في القارة السمراء، حيث تألق في الدوري الغيني عديد الأندية العربية والفرنسية التي تتابع اللاعب من أجل إمكانية التعاقد معه والفوز بخدماته. صراحة لاعب ممتاز جدا، لاعب واعد، لاعب يتميز بخصال فنية محترمة جدا، خصال فنية وكذلك خصال بدنية، قادر يعاون هجوم الترجي الرياضي التونسي، ولكن تصعب المأمورية بالنسبة لإدارة الفريق، خاصة بعد الاتفاق الرسمي مع دياكيتي. ما زلنا ننتظر هل أنه الفريق باش يواصل كذلك في مفاوضاته مع اللاعب هذا وإلا لا. لاعب شاب كما قلنا، لاعب ممتاز جدا. لازم الترجي زاد تتخلى على لاعبين أجانب كما صار مع دياكيتي، والحل مش يقع اختياره هو التخلي رسميا على كيباسوي. فما حديث كذلك على رياض بن عياد، فما حديث كذلك على بعض الأسماء الأخرى في انتظار القرار الرسمي بالنسبة للمدرب ريجي كامب، وحول التخلي على بعض الأسماء اللي معاش عندهم حتى فايدة في الفريق. في السياق ذاته يوصل اللاعب البرازيلي جاكسون فيليب الاختبارات الفنية والبدنية، قاعد يقوم بفترة اختبارات كما قلنا، وقاعد الإطار الفني يعمل له في ديتيس ويشوف في الإمكانيات متاعه، انتظار الحسم النهائي في مسألة التعاقد معه من عدمه. إذا متابعين الكرام، هذه آخر الأخبار وآخر التفاصيل حول بعض الأسماء اللي يرتبط اسمها بالترجي الرياضي التونسي، وبعض الأسماء اللي موجودة على رادار الفريق. إن شاء الله إذا فما حاجة جديدة وأخبار جديدة تلقاوها في قناتكم الكرة مع بيكام سبور.